السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نديرو فطائر بطريقة سهلة وسريعة، والأهم اقتصاديين وما كياخدوش مقادير كتار والوقت أكيد ساهلين وسراع. وإن شاء الله نتمنى من الله اللي شاف الفيديو يدير لنا لايك واشتراك في القناة باش يوصلكم الوصفات والفيديوهات. ضروري تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات. وإن شاء الله نتمنى اللي شاف الفيديو يدير لنا لايك للقناة، لايك الفيديو، وندوزو لطريقة التحضير ديال هاد الفطائر كيف ما كتشوفوا كيجيو رائعين وساهلين. وندوزو لطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير كنحتاجو الدقيق الأبيض، الفرينة ضروري يكون النوعية مزيانة يكون رطب. هادو هما المقادير. أنا درت هنا تقريبا واحد 300 غرام ما يعادل 3 ديال الكؤوس، وانتوما تقدروا إلا بغيتو ديروا كمية كتيرة بغيتو ديروا هاد الكمية راه كتعطي حتى هي تقريبا واحد 20 حبة ديال الفطائر أو كتر إلا درتوهم صغار. مهم هنا عندي كيما قلت لكم 300 غرام ديال الدقيق ما يعادل 3 د الكؤوس، ودرت هنا معلقة ديال خميرة الخبز، وغندير هنايا مبشور الليمون أو البرتقال أو الفاني. مهم أي اللي متوفر عندكم غير باش تنكهوا هاد الفطائر هادو. أنا درت هنا الليمون. وغادي نحتاجو هنايا الحليب يكون سخون دافي، يعني ما يكونش بارد باش يخمروا لينا هاد الفطائر كيخمروا. غادي نحاول نجمعوا هاد العجينة هادو، وغادي نضيف أكيد السكر. بالنسبة للسكر اللي ما بغاش يضيف السكر، بالنسبة للناس اللي فيهم المرض السكر واللي بغا يضيف هكا واحد المعلقة حتى 2 معالق. المهم أنا درت هنا واحد 2 معالق ديال السكر، كيبقى السكر اختياري على حسب الذوق. وغادي نجمع هاد العجينة هادي بهاد الحليب دافي حتى كنحصل على عجينة كتكون متماسكة ما خفيفاش. ضروري تكون العجينة متماسكة. بالنسبة لكمية الحليب هنا لهاد 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق خدات لي تقريبا كاس وربع ديال الحليب. كنجمعوا العجينة كما قلت لكم ضروري تكون العجينة متماسكة. بعد ما جمعنا العجين في الأول كنضيف هنا، حيتاش في الأول ما ضفناش الملحة، نضيفو هنا واحد معلقة صغيرة ديال الملحة. ما ضفناهاش في الأول باش ما هاد الفطائر هادو غادي يخمروا باش ما الخميرة ديالنا ما تضيع عليناش مع الملحة. ضفناها حتى الأخير مع واحد المعلقة ديال الزبدة، أي نوع د الزبدة، مارغرين، زبدة ديال الأكل اللي متوفر عندكم. كديروا واحد المعلقة د الزبدة وشوية د الملحة ندخلو داك الزبدة في العجين حتى كنحصلوا على هاد العجينة هادي كما كتشوفوا. في نفس الوقت كتكون متماسكة وكتكون رطبة أكيد. وغادي نخليوها ترتاح تخمر، يعني ترتاح واحد حيتاش فيها الخميرة. ملي غنخليوها ترتاح غادي تخمر لينا واحد نص ساعة 4 ساعة على حسب الجو. بعد هنا ما خليت العجينة ديالي ارتاحت ليا غادي نبدا نخدمها. خليتها هنا واحد 10 ديال الدقايق حتى ربع ساعة، وغادي نخدمها في يعني هي أصلًا عجينة كتكون رطبة بزاف، يعني تخدمها غير بيدك ماشي مشكل. غادي نديرو شوية ديال الدقيق وغادي نطلقو العجينة ديالنا كيفما كتشوفوا عجينة رطبة. ملي كترتاح لينا كتولي رطبة، يعني تصاوبيها غير بيدك يعني كتكون واحد العجينة رطبة بزاف. وفي نفس الوقت كتكون متماسكة، ما كتكونش خفيفة، ما كتكونش كتلصق أكيد في الأيادي. هذا غادي نطلق واحد العجينة غير واحد شوية وغادي ندهنها بالحليب أو بالما. غير غادي ندهن لها غير الوجه ديالها باش نديرو الزنجلان من الفوق. تقدروا هاد العملية اللي ما متوفرش عنده الزنجلان اللي ما بغاش ما يديرهاش ماشي مشكل، يعني يستمر في العجينة عادي يطلقها ويقطعها. انا هنا غادي ندير الزنجلان، غادي نفزك شوية ديال العجينة هكا بشوية ديال الحليب دافي، غير واحد شوية غير باش داك الزنجلان كيلصق لينا. صافي من بعد ما آه درت شوية د الحليب في العجينة غادي ندير الزنجلان. هنا تقدروا ديروا الحمر هذا أو الأبيض، وكما قلت لكم تقدروا إلا بغيتو ما ديروش هاد العملية ما ديروهاش ماشي مشكل، ولكن الزنجلان كيعطي واحد المذاق زوين. كدير واحد الكمية مهمة ديال الزنجلان وغنبدا نثبت. تقدروا تثبتوا غير بيديكم، اصلا كما قلت لكم العجينه كتكون طريه. انا غادي نثبت هكا بالدلاك كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا باش داك الزنجلان كيلصق لينا في العجين.
من بعد كنقلبو داك العجينة ديالنا وكنديرو أكيد دقيق باش ما كتلصق ليناش، وكنوليو كنخدموها بالدلاك باش داك الزنجلان كيزيد يتثبت لينا مزيان. كيف ما كتشوفوا داك الزنجلان كامل لصق لينا في العجين. ضروري من ديروا الزنجلان وتثبتوها بالدلاك ضروري تقلبوها وتوليو تخدموها باش داك الزنجلان كيف ما كتشوفوا كيلصق كله، يعني ما كي كما كتشوفوا ما كيضيع ليناش كاع، كيلصق كامل في العجينة. ومن بعد بالنسبة لتقطيع هاد العجين كيبقى اختياري، تقدروا تقطعوا بالطابع اللي كيكون مدور او مربع، او تقطعوا هكا غير بالسكين. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الطابع يقطعوا غير على هاد الشكل هذا بحال الشكل ديال البيتزا على شكل مثلثات. يعني كتبقى هاد المرحلة هادي اختيارية اللي متوفر عندكم بالطابع اللي بغيتو تقطعوا هكا غير بالسكين على شكل مثلثات. كتبقى مرحلة اختيارية وكيجيو حتى هكا كيجيو زوينين، كيجيو على هاد الشكل هكا بحال الشكل ديال البيتزا. كنقطعوهم على هاد الشكل هذا ديال الشكل كيما قلت لكم ديال البيتزا، ومن بعد كنستفوهم هكا في شي منديل وكنخليهم حتى كيخمروا لينا وعاد كندوزو نطيبوهم. كما كتشوفوا داك الزنجلان كامل كيلصق لينا وكنخليوه العجينة ديالنا كتخمر. كما كتشوفوا بالنسبة للسمك ديال العجين هو هذا، ما كيكون ما رقيقش وما كيكونش غليظ. على هاد الشكل هذا السمك ديال العجين، مهم تقطعوهم الشكل اللي بغيتو ما كاينش مشكل وتخليهم يخمروا. غادي نخليهم هنا يخمروا، ديروهم في شي مكان دافي وخليهم حتى يتضاعف الحجم ديالهم وعاد تبداو كطيبوا فيهم. كيف ما كتشوفوا هاد الطريقه ساهله. بالنسبه لهاد الطريقه هذه ساهله. بالنسبه لهاد الطريقه كما كتشوفوا ساهله حيتاش كتقطعي نيشان بلا ما كتولي تعاودي في العجين تولي عاوتاني تخليه يرتاح تولي تخدميه بحال القضيه ديال الطابع. وكيجيو هكا زوينين في المنظر وساهلين، وكنخليهم كيخمروا نديرهم في شي مكان دافي. ومن بعد ما كيخمروا غادي نطيبوهم. الزيت كنديروا واحد كميه ديال الزيت وكنخليوها حتى كتسخن مزيان. ومن بعد ملي كنديروهم يطيبوا كنقصوا العافيه باش ما كيتحرقوا ليناش وكنطيبوهم عادي. تقدوا ترشوهم شويه الزيت هما اصلا كيتنفخوا وكتحمروهم الطريقه العاديه كيف ما كتشوفوا. من بعد ما كيتنفخوا لي على هذا الشكل هذا كيتحمروا من التحت كنقلبهم وكنخليهم حتى يتحمروا مزيان. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيجيو زوينين كيف ما شفتوا ساهلين واقتصاديين ما كيكلفوش نهائيا المقادير والوقت. والقضيه ديال التقطاع كيف ما شفتوا سهله بزاف. وكيف كتشوفوا فطائر تصوبهم هكا بسرعه وكيجيو زوينين. كما كتشوفوا الشكل ديالهم هو هذا، كيجي داك الزنجلان بالمذاق ديال الزنجلان وداك المسمار الحامض وراه كيجيو رائعين. نتمنى من الله الوصول اليوم تعجبكم وغادي نقطع حداكم وتشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل وما كيستهلكوش نهائيا الزيت، كميه قليله ديال الزيت. بديت تصاوب لكم تبارك الله الخير ديال الفطائر. كيف ما شفتوا معنا غير 300 غرام عطاتني تقريبا واحد 20 حبه. وكيف ما كتشوفوا من الداخل كيف كيجي مجعب وكيجي ما شاربش نهائيا الزيت. كيجيو زوينين. نتمنى من الله اليوم تعجبكم. نتمنى اللي شاف الفيديو دير لنا لايك واشترك في القناه والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.